السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وافضل حال. كل سنة وانتم طيبين وبخير وينعاد عليكم الايام بخير يا رب. طبعا عرفتوا كده انا هعمل ايه. بجد وحشتوني. آه بصوا انا بكلمكم وعيني على الخميرة. بصوا الخميرة بسم الله ما شاء الله اتفعلت في وقت قصير. انا اخترت كده اعملها في برطمان. بصوا الفوم اللي على الوش بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله كده هيبقوا كحك جميل جدا. انا معايا 2 كيلو من الكحك. طبعا انا مرضتش يعني ابدا كده بالمقدمه معاكم لان انا عملت الكحك كذا مره معاكم. هنقول كده ايه سريعا عن مكونات الكحك. الكحك ما فيش اسهل منه. اعمله في البيت بنظافه وبجمال زي ما انا بعمله كده. والله انا جوزي قال لي هشتري لك، بس انا بصراحه متعوده ان انا اعمله، فربنا ما يقطع لحد عاده يا رب. هنا طبعا حطيت كده في طبقين العجوه والملبن. حطيت عليهم طبعا السمسم نضيف زي ما انتم شايفينه كده، انا جايباه نضيف. بحط عليه كده معلقتين سمنه هنا ومعلقتين سمنه هنا، السمنه اللي بتتقدع على النار. ومعايا هنا 2 كيلو من الدقيق نخلتهم. تمام. اعمل الكمية اللي تريحك. حطيت عليهم مج من النشا على الاتنين كيلو من الدقيق. حطيت كيس لبن بودرة، بس انتوا مش قلبي، بس بعتذر ان التليفون فصل، خليته شوية يشحن. تمام. قلنا حطينا هنا كيس لبن بودرة، 2 كيلو دقيق عليهم كيس لبن بودرة. حطيت اللهم صل على النبي مج وسط من النشا. حطيت نص مج سكر بودرة. تمام. حطيت من 3 معالق ل4 على الكيلو من السمسم. تمام. حطيت ربع معلقة ملح خشن، يعني ملح الأكل، ملح الطعام. واللهم صل على النبي ضربت بتاعة قولوا معايا المحلب. ممكن ما تتضربش، وقعت ما تتضربش. خدي شوية دقيق أو اضربيها مع السكر البودرة. بصوا هنا بصوا فارت ازاي البتاع دي اسمها ايه. اوقعها كده مش مشكلة. الفوم ده الخميرة بصوا اتفعلت ازاي. كيس من الخميرة، كل كيلو عليه معلقة ممسوحة كبيرة من الخميرة البودرة، وبنقلبها في 3 معالق من السكر مع نص مج من المية الدافية. منكترش سوائل. وانا حطيت لبن بودرة ليه؟ عشان مش عايزة احط لبن سائل، علشان ما يكتر ما ي... يعني ما يطرش الكحك معايا. تمام. وحطينا نص معلقة من البيكنج باودر، منكترش علشان ما ينفش مننا ويتنفخ الكحك. ومعانا بقى من 500 جرام سمنة للكيلو لحد 600 جرام على حسب ما انت عايزة، ناعم قوي عايزة خشن، براحتك انت وبرغبتك انت. هنا دول انا كده دعكتهم في بعض، السمنة مع السمسم، سواء للعجوة او للملبن. تمام. ودلوقتي انا حاطة السمنة على النار كده. انا حطيت كل المكونات بتاعتي، هبدأ اقلب كل المكونات الجميلة دي. لبن البودرة بيدي تست حلو قوي للمعجنات عموما، يعني سواء لكحك او لاي حاجة. اهو حطيت الملح وحطيت السكر البودرة وحطينا البيكنج باودر، وطبعا الخميرة اهي. كده ناجحة الخميرة، اول ما الاقيها كده بالمنظر ده تبقى ناجحة. وحطينا المحلب وحطينا كل حاجة بسم الله ما شاء الله. تعالوا نعمل تيست بقى للسمنة. انا مش عايزاها تغلي قوي، اخد كده شوية من الدقيق اهو. خلاص هو ده كده القوام اللي انا عايزاه في تسخين السمنة. مش عايزة اغليها. انا ما بعملش على البارد، بعمل على السخن. دي سمنة كده بلدي على جولدن ميكس، خليط كده من الاتنين. ليه الناس بتعمله على السخن؟ اللي بيتعمل على السخن مدته اطول من على البارد. المعلومة دي كلنا احنا عارفينها. تمام. انا بقى هبدأ اللهم صل على النبي، هحط دي كده في الارض وابدأ اشتغل في الارض علشان خاطر مش هينفع الرخامة. تمام. هعمل السمنة على الدقيق واوريها لكم. اهي السمنة اهي تمام معايا. مش مهم السجادة، يعني السجادة اتحرقت يا جماعة.
يلا مش مشكلة، واحد مش مركز والله العظيم. بصوا السجادة يلا في داهية، مش مشكلة. انا هبدأ احطها كده على الارض شوية تهدى. هبدأ اقرب دي كده، وهبدأ انزل بقى بالسمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الطشطشة دي؟ انا هقفل معاكم بقى وابدأ اقلب اهو. طبعا اصعب مرحلة واحنا بنحط السمنة. تمام، ابعدي اي اطفال عنك. طبعا هنبس بقى الكحك كويس، ونحط له بقى الخميرة ونزود له شوية مية دافيين. تمام، هحط التليفون بقى يكمل شحن ونرجع مع بعض تاني. حبايبي الغاليين، طبعا جيت بقى هنا كده ايه، هكور كده دول وانا قاعدة قبل ما اريح كده العجين شوية. بصوا العجينة اهي، بسم الله ما شاء الله. ناخد حتة كده صغيرة. بصوا مش مشققة، مفيهاش اي حاجة، بس انا مش عارفة اكورها لكم عشان ماسكة التليفون بايديا. هريحها كده شوية. تمام، انا لميتها كده بمية دافية. عايزة تلميها بلبن تمام، بس اللبن لو كمية صغيرة هتقعد يعني مدة قصيرة. تمام، اكور بقى واشتغل. انا هشتغل ببصامة والمنقيش. اعمل كده هنا الملبن والعجوة، اكورهم كده في السريع واشتغل بقى. انا على فكرة لوحدي وربنا معايا بقى احسن من اي حد. يلا سلام حبايب قلبي الغاليين. خلاص خلصنا وناقشنا كده بالجمال ده. ايه رأيكم؟ حاولت كده خلي كله مقاس واحد زي ما انتم شايفين كده. طبعا هندخل على درجة حرارة 170. نسخن الفرن الأول على 200 وبعد كده بهدي النار ل170. إن شاء الله يطلع أجمل كحك. يلا بينا. ادي كده أول سنتين طلعوا. بصوا بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده بقى ايه، نرش كده ايه. هو ده مش لسه هرش عليهم تاني، بس بجد السوا بتاعه تحفة. بصوا. يلا كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو متنسوناش بلايك وشير. بحبكم في الله. مع السلامة.